السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. نتمنى تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. اليوم بغيت نقدم معكم حريشات صغار في الفرن كيجيو رائعين بمذاق البرتقال، كيجيو ولا اروع، ساهلين، سرع في التحضير، كيتوجدوا في اسرع وقت بمكونات بسيطه اقتصاديه متوفره في كل بيت، والاهم انهم ناجحين من اول تجربه والمذاق ديالهم ولا اروع. غادي نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. في إناء غادي نوضع بيضة واحدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، نصف كأس من سكر حبيبات، وكيس من سكر زهرة البرتقال، تقدروا تعوضوه بقشور ديال البرتقال أو بكيس من سكر فاني. غادي نخلط المكونات السكر والبيض جيدا حتى كيندمجوا مع بعض، نخلطوهم مزيان. هاد الحريشات كيحتاجوا غير بيضة واحدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. صافي غادي نخلطهم مزيان، وغادي نضيف نصف كأس من الزيت، وغادي نخلطو مع البيض والسكر. اي مكون كنضيفوه كنخلطوه مزيان. هاد الحريشات ساهلين ودغيا كيوجدوا. عندي هنايا ملعقه كبيره من المربى ديال المشماش، تقدروا تستغناو عليها، وكأس من عصير البرتقال. صافي غادي نخلطهم جيدا، وتقدروا تستغناو على عصير البرتقال وتعوضوه بكأس من الحليب. المربى كيعطينا التعليكه وكيعطينا واحد المذاق رائع لهاد الحريشات، وكما قلت لكم تقدروا تستغناو عليه. غادي نضيف ملعقه كبيره من جوز الهند الكوك، غادي نخلطهم مزيان. اي مكون كنضيفوه كنخلطوه جيدا. دابا غادي نبداو نضيفو السميد. عندي الكاس الاول من السميده، والكاس الثاني، والكاس الثالث. غادي نضيف عليهم كيس من خميره الحلويات بوزن 8 غرام. صافي غادي نبدا نجمع الخليط. كما كتشوفوا معايا الخليط باقي سائل. ما كيحتاجوش شي مجهود، هاد الحريشات دغيا كيوجدوا. صافي غادي نضيف الكأس الرابع بالتدريج. غادي نضيف نصف كأس، مازال الخليط باقي سائل. غادي نضيف الكميه المتبقيه من السميد. هاد الحريشات رفدوا لي 4 كؤوس من دقيق السميد. صافي غادي نخلطهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعض. دابا غادي نبدا نجمع الخليط كما شفتوا معايا على هذا الشكل. انا جمعته غير بسباتولا دغيا كيتجمع معنا، ما كيحتاج شي مجهود. ساهلين هاد الحريشات، ما كياخذوش شي مجهود او شي وقت. صافي كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديال الخليط، كيكون على هذا الشكل، والسميده راه دغيا كتشرب السوائل. غادي نخلطها مزيان حتى كيندمجوا المكونات كلهم مع بعض. كما شفتوا معايا من بعد ما جمعت الخليط هكا كيكون القوام ديال العجين كيكون على هذا الشكل. غادي نغطيها تقريبا 2 دقائق حتى ل5 دقائق غير تشرب لنا السوائل مزيان. هنايا جبت كميه من السميد وكميه تقريبا 2 ملاعق كبيره من جوز الهند. غادي نخلطهم مزيان باش غادي نفندو فيهم الحريشات. صافي غادي نخلطهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعض، وغادي نبداو مباشره. غادي نبدا نشكل الكويرات ديال الحريشات، والحجم كيبقى اختياري. انا درتهم متوسطين الحجم. كما شفتوا معايا القوام ديال الخليط كيكون على هذا الشكل. العجينه كتكون متماسكه وفي نفس الوقت راها رطبه وخفيفه. صافي غادي نفندهم في السميد وجوز الهند مباشره. غادي نوضعهم في صينيات الفرن اللي سبق لي فرشتها بالورق ديال الطبخ. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي.
غير هو من الاحسن يكونوا متوسطين الحجم او صغارين هاد الحريشات، لحقاش ملي كندخلوهم الفران راه مازال كيتزاد الحجم ديالهم فيهم الخميره. كما شفتوا معايا انا راه درتهم متوسطين الحجم، تقدروا ديروهم صغيورين على هكا كيعطيو كميه كثيره. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. كنفندهم مزيان في السميد وفي جوز الهند باش كيبقى لاصق فيهم وكيعطينا المنظر رائع وحتى المذاق. في هذه الاثناء انا شعلت الفران من الاسفل ومن الاعلى كما كتشوفوا معايا. من بعد ما كملتهم في هذه الاثناء انا شعلت الفران من الاسفل ومن الاعلى. ضروري الفران يكون ساخن جيدا. غادي ندير الوجه ديالهم الفوق باش كيتشقوا معنا. من بعد ما كيتشقوا وكيطيبوا من الاعلى ننزلوهم للاسفل الفران وكيطيبوا من الاسفل. كما شفتوا معايا هذا هو الشكل ديال الحريشات منين طابوا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين. المذاق ديالهم كيجي ولا اروع، كيجيو كلهم مشقين. ضروري ما ديروهم في الفران يكون ساخن وديروا الوجه ديالهم الفوق. كنسبقوا الاعلى عاد كنهبطوهم لتحت باش كيطيبوا من الاسفل باش كيتشقق الوجه ديالهم. كما شفتوا معايا كيجيو رائعين ناجحين. دابا راهم باقيين سخان، غادي نخليهم حتى يبردوا ونديرهم في طبق التقديم. من بعد ما بردوا الحريشات كما شفتوا معايا كيجيو على هذا الشكل ساهلين ودغيا كيوجدوا، ما كيطلبوا لا مجهود لا والو. ساهلين وبمكونات بسيطه اقتصاديه وبكميه كثيره. غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوها. كيجيو مرملين خفافين هشاش، كيجيو ولا اروع. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتنجح معكم وتبقاو على خير.